أما الحال مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فالأمر يختلف اختلافا كليا، لا بد أن تستقر في القلوب محبته وإجلاله وإعظامه. يقول عمرو بن العاص: لو سألني أحد أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استطعت أن أصفه، لم أملأ عيني منه إجلالا له. والتعبير عن المحبة يختلف، فهذا لا يستطيع أن يغض بصره يقتبس من نور محياه، وهذا إجلالا لا يستطيع أن يرفع بصره فيه، وكلاهما محب له صلوات الله وسلامه عليه. وكان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك قبل يده، فإذا سئل قال: إنها يد صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله عن شيخه محمد بن المنكدر: كان محمد إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده بكى حتى نقوم فنرحمه لبكائه لما يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر قام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعام فحدث حديثا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عام أول ثم بكى، وحب أن يتذكر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغلبه عينه، ثم يعود فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مقامي هذا عام أول فبكى، ثم يعود ثالثة ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عام أول مقامي أو مقام أول ثم يبكي. وما بكى الصديق رضي الله عنه إلا لفرط حبه لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فمحبته عليه الصلاة والسلام دين وملة وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. إذا وجدت هذه المحبة في القلب يلزم منها أن يطيعه الإنسان فيما أمر صلوات الله وسلامه عليه، وأن ينتهي عما نهى عنه، وأن يصدقه فيما أخبر. قالوا: يا رسول الله بقرة تكلم؟ قال: أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هم أثم، ليقينه أن الشيخين رضوان الله عليهما يصدقانه. وكما تعلم منقبة الصديق في أنه صدقه ليلة الإسراء والمعراج. والمقصود لا بد من اجتماع هذا كله: محبة في القلب، تصديق له صلى الله عليه وسلم فيما قال وأخبر، انتهاء عما نهى عنه وزجر، وطاعته صلوات الله وسلامه عليه فيما أمر. هذه من أسباب أن ينسلك الإنسان في دعوته في أمته، في أن يرد حوضه، في أن يسقى من يده، في أن يرزق جواره في جنات النعيم.